عاملين ايه؟ وحشتوني جدا، يا رب تكونوا بخير. عايزه اقول لكم النهارده كنت قاعده مش في دماغي اعمل اي حاجه، وقلت يوسف هينزل يجيب لنا حاجات من السوبر ماركت ويجي يعملها لنا وناكل. لقيته بيقول لي ان في حد باعت لي هديه، عم ابراهيم بتاع السوبر ماركت. احلى مثلا عم ابراهيم حبيب قلبي. سال عليا يوسف قال له ليها فتره مش باينه ايه ده فين ومش فين الكلام مش عارفه ايه. قال له انه بيتابع فيديوهاتي ومن خلالكم عايزه اوجه له شكر كبير جدا. شكرا عم ابراهيم على سؤالك، وبعت لي هديه يا جماعه. عم ابراهيم عارف دخلاتي يا جماعه، سامحني يا سوسته. عم ابراهيم بعت لي كرتونه كاراتيه بزياده. مش بس كده، قال لي كمان هي الاصدار الجديد 2023 وهدايا مختلفه. مش بس كده، ده بعت لي مع يوسف كمان بيوعدني ان هو جاي له كاراتيه بيكسب اجهزه كهربائيه، ووعدني ان هو هيجهزني. عم ابراهيم اوعى تكون مشكك عليا الكلام ده، انت اللي بعتها يا عم ابراهيم. الناس بتقول لي بتعملوا ايه بقى بالكاراتيه بعد كل ده؟ في جزء يا جماعه بناكله. وعايزه اقول لكم اصلا يوسف وصحابه بيتخانقوا على الكاراتيه ده، ومجرد ما يشوفوا الفيديو بتاع الكاراتيه مش عايزه احكي لكم بيعملوا ايه، بييجوا يكسروا الباب علينا. المهم شكرا يا عم ابراهيم على الهديه الجميله دي. عارف يعني بص الراجل ده مهتم بيا اكتر من اي حد. هو عارف انا ايه اللي بيفرحني. خلاص قراني يا عم ابراهيم كتير. طيب عم ابراهيم، اول كيس بهدي ليك، اوعى تكون مشكك عليا يا عم ابراهيم. بالونه هيليوم يا عم ابراهيم. استنى يا عم ابراهيم، اتمنى تكون حرف الاي يا عم ابراهيم. ان شاء الله الهدايا هتتغير في الكاس اللي جاي يا عم ابراهيم. انا مش متضايقه ما تقلقش، كاراتيه طازه وحلو قوي يا عم ابراهيم. على فكره بفكر اجيب كرتون يا جماعه وافتحها معاكم لايف بالاسامي كده. اختار عم ابراهيم. احلى هدايا يا عم ابراهيم. بص يا عم ابراهيم ما تطلعليش حاجه هتبسط، كفايه الحركه دي. اوعى تكون مشكك عليا يا عم ابراهيم. ما تقلقش يا عم ابراهيم، الامل في دي. تاتو يا عم ابراهيم، تاتو. سامعين الصوت ده؟ اوعى تكون مشكك عليا يا عم ابراهيم. اللي هو والله لعبه جامده يا عم ابراهيم. عم ابراهيم اخيرا اهي. لا جامده جامده دي. جت شفتها. ايوه هي يا جماعه بتقع تاني، بس جت هي كذا مره. تحسب واحد كده. اوعى تيأس يا عم ابراهيم، اوعى تيأس. انا ما يأست. القلم ده غالي يا عم ابراهيم بتمن الكرتونه، يعني اوعى تتضايق. تقريبا بصبر نفسي مش بصبرك انت. اسود. واخيرا باقي 5 كاس يا عم ابراهيم. بالمناسبه دي عايزه اقول لك اوعى تكون مشكك عليا يا عم ابراهيم، المره دي مفاجاه. بالونه هيليوم. كفايه الحركه يا عم ابراهيم، كفايه الحركه ده على راسي دي، غير خالص الاولانيه يا عم ابراهيم، عشان انا بعت لك واحده ويبقى معايا واحده. مضطر اسيبك شويه يا عم ابراهيم وافتح الكيس ده بحظ يوسف. هرجع لعم ابراهيم تاني. يطلع لي حد يقول لي يا كنت مستنيه تكسبي ايه في كاراتيه اطفال. يا حبايبي انا مش مستنيه حاجه، هما اللي بيكسبوا حاجات انا ما بتطلعليش. اوعى تكون مشكك عليا. الكيس ده عشان خاطر تيتا كواكب. طب دي فيها حاجه ولا هي بس كده؟ فيها حاجه. شوفوا تيتا كواكب يعني بتبدع. افتح كده ايه بكتستي كده. طموح حلو. بس عايزه اقول لكم الكيس خس قوي. بصوا هو بس ده الكاراتيه اللي فيه، ولكن على قلبي زي العسل يا عم ابراهيم. فاضل كيسين. هفتح الكيس ده يعني اللي هو ليا، يعني مش ههديه لحد. قصدي بقى ايه؟ طب والله حلوه يا عم ابراهيم. ده مسنا التليفون على فكره. برضه يا جماعه يا ريتني فتحت الكيس كله انه ليا. ما تزعلش يا عم ابراهيم، المهم ما تشككش عليا. اهو تقريبا اهي كده، ولسه ده التليفون هنا. فكره حلوه. احلى هديه يا عم ابراهيم، دي مش هبعتها لك. اخر كيس معانا يا عم ابراهيم، وعايزه اقول لك شكرا جدا. وريت كلنا يا جماعه نسلم على عم ابراهيم في الكومنت. وكنت عايزه اقول لكم حاجه مهمه جدا يا جماعه. اللي خلاني اعمل الصفحه الثانيه هو ان الصفحه دي فيها مشكله، وبسبب المشكله دي في ناس كتير قوي بتقولي ان الفيديوهات مش بتوصل لها. طبعا انا مش عارفه احلها، ولجأت لفكره ان اعمل صفحه ثانيه. فاستاذنكم نشغل الكومنتات هنا عشان الفيديو يوصل اكتر، وان شاء الله كل حاجه تتحل قريب. عم ابراهيم اخر كيس يا عم ابراهيم. ارجوك لو بتتفرج على الفيديو ده ما تبعتليش حد ياخد مني ثمن الكرتونه. اوعى تكون مشكك عليا عم ابراهيم. شكرا لاهتمامك يا عم ابراهيم. هعتبرها هديه الفالنتين.
بص يا عم ابراهيم طلع لي ايه. انا عبيطه بفرح باي حاجه. خلالكم عايزه اشكر عم ابراهيم جدا، وعايزه اقول له عم ابراهيم انا لو جيت ولقيت الكرتونه دي مكتوبه على حسابي مش هدفعها. استنوني فيديوهات جايه اكتر، ما تنسوش تخشوا على الصفحه الثانيه.